الحقيقه يا استاذه حياه، انا ليا عمامي اخوات ابويا. ليا اللواء طيار اركان حرب محمد حمدي عكاشه، ده كان ماسك العمليات بتاعه القوات الجويه. نعم. وليا عمي عمر عكاشه، وليا مرعي عكاشه، والدكتور ثروت عكاشه، والحاج محمد، وعم عبد العزيز عكاشه. طبعا انا في منهم قايل باسماء الشهره بتاعتهم. نعم. يعني محمد اسمه ابراهيم، وعبد العزيز اسمه عبد السميع على اسم عمه. نعم. هم دول عمامي اخوات ابويا. بعد ما والدي توفى الله يرحمه الحقيقه، وفي بقى الكبير خالص اسمه ممدوح، اكبر عم في عمامي، بس هو كان اصغر من والدي يعني، اسمه ممدوح. المهم عمامي دول من اول محمد وعمر ومرعي ومحمد وابراهيم طبعا وثروت وعبد العزيز، الحقيقه هم كلهم طيبين جدا جدا يعني، بس شخصياتهم بتختلف. نعم. كل واحد له شخصيته. عمر كان ضابط في شرطة الحرس الجمهوري، وقعد لغاية ما مشي من الجيش بعد مقتل السادات الله يرحمه. ففي مجموعة من الضباط مشوهم ودوهم أماكن كويسة يعني هو راح شركة اسكندرية لتصدير الأقطان، فهو كان ضابط في شرطة الحرس الجمهوري. نعم. فمن هنا كان في حوارات في معلومات عندي. يعني وهو ده لما بقول لك صحته، يعني ده مثلا اضخم جسم في عمامي كلها. بسم الله ما شاء الله، هو طولي كده تقريبا بس اعرض مني. وكان الدم بينط من وشه من الصحه، رغم ان هو دلوقتي بيمشي ماسك عصايه. ربنا يديله العمر والصحه. يعني كان الدم بينط من صدره كده وبتاع، وتلاقي شعر صدره ضارب من القميص اللي هو لابسه وبتاع، واخده بالك. وبعدين هو اشتغل مع حسني مبارك، كان في الحرس، كان في الطقم اللي كان بيأمن نائب رئيس الجمهوريه اياميها في الوقت ده. فمن هنا المعلومات يعني. نعم.